نبدأ في ملخص النهارده. حابب أعرفك يا صديقي إن مسلسل النهارده بيتكلم عن شخصية لوك كيج. تمام جدا. بيبدأ بقى المسلسل بتاع النهارده مع لوك واللي بيكون شغال في محل حلاقة بتاع شخص اسمه بوب، وحاليا كان في المحل شاب كده بيحلق اسمه شاميك، وبيبان إن شاميك ده بتاع مشاكل لدرجة إنه كان هيفتعل مشكلة مع لوك لسبب تافه جدا، بس يعني الوضع بيتلم. بعد شوية بتوصل المحل ست اسمها باتي، وبنعرف إن باتي تبقى محامية وحاليا كانت جاية تاخد ابنها لوني اللي بيحلق عند بوب. فتستغل باتي الفرصة وبتتكلم مع لوك وبتطلب منه انهم يعني يروحوا مع بعض في يوم من الايام يشربوا قهوة، لان باتي معجبة بلوك والعلم هي منفصلة اصلا عن جوزها. فالموجود مش بيديها لوك رد واضح فبتسيبه وبتمشي. بعد كده بيقعد بوب مع لوك يتكلموا، وبنعرف من كلامهم ان بوب يعرف كويس قوي ان لوك عنده قوة خارقة، وبيكون بوب كمان عارف ان مرات لوك ريفا ميتة، وبالتالي بيفضل يعرف لوك انه لازم يتخطاها بحيث يقدر يعيش حياته. وبيفضل بوب يقترح عليه انه يخرج مع باتي، بيعرف لوك انه يفكر ويشوف. وبيطلب منه بوب كمان انه يستخدم قوته ويدافع عن الابرياء ويحارب كمان الجريمه، لكن لوك بيرفض. وبتكون حجه لوك في الكلام ده كله انه ما كانش عاوز قوته الخارقه، بل في ناس عملوا عليه تجارب بالعافيه ادته القدرات دي، وعشان كده هو مش بيستخدمها لانه ما كانش عاوزها. وطبعا يا صديقي هنعرف قدام مين الناس دول وعملوا ازاي التجارب على لوك. المهم لوك حاليا ساب بوب ومشى عشان يروح شغله التاني، وفي السكه قابل لوك السيده كوني واللي تبقى ست اسيويه مأجره لوك الشقه اللي هو عايش فيها حاليا. ودلوقتي شدت مع لوك شويه لانه دايما بيتاخر في الايجار، فاعتذر لها لوك واداها جزء من فلوس الايجار وخد بعضه ومشى. بعد شويه وصل لوك لشغله التاني وبيكون شغال في كازينو بتاع شخص كده اسمه ستوكس، وبيكون لوك شغال هنا في المطبخ بتاع الكازينو بيغسل صحون وما الى ذلك. لكن النهارده جه مستر نيت مدير الكازينو وعرف لوك ان في واحد من الجرسونات اسمه دانتي مش موجود النهارده، وبالتالي عاوز لوك يغطي مكانه. فبيوافق لوك، ويا صديقي افتكر دانتي كويس لقدام. المهم ان لوك بيروح يقف على البار وبيبدا يقدم المشروبات، وبتيجي بنت كده تطلب منه مشروب فبيعجب لوك بيها من اول نظره. لكن لوك بيلاحظ ان البنت دي مركزه جدا مع مستر ستوكس صاحب المكان كله، بس ما اهتمش وفضل برضه يتكلم معاها لانه حبها. على ذكر ستوكس فبنشوف ستوكس حاليا قاعد مع قريبته السيده ماريا، واحب بقى اعرفك على السيده ماريا. ماريا يا سيدي تبقى سياسيه مشهوره وعندها منصب مهم في المدينه، وبنعرف من كلام ماريا وستوكس حاليا ان ستوكس شغله مش قانوني وده مش عاجب ماريا، لكنها بتضطر تشترك معاه في شغله لانه بيديها فلوس كتير لحملتها الانتخابيه وما الى ذلك. وحاليا بيعرفها ستوكس انه قريب هيقوم بمهمه كبيره وهيديها فلوس كتير جدا لحملتها الانتخابيه. في المقابل هي هتوافق على انشاء نادي لستوكس بحيث ستوكس يقدر يتبرع منه لجمعيات مختلفه وهكذا. ولعلم ستوكس عاوز ينشئ النادي الاجتماعي ده لاغراض تانية خالص اهمها غسيل الفلوس. عامه بعد شويه بيوصل للمكان شخص اسمه دومينجو. دومينجو بقى قعد يتكلم مع ستوكس، فبنعرف من كلامهم ان دومينجو رجل عصابات، ومفروض ان ستوكس بيبيع له حاليا اسلحه وهياخد منه فلوس كتير، وستوكس بدوره هيدي بقى الفلوس دي لماريا عشان تدعمه. بمناسبه بقى صفقه السلاح دي، ففي نفس الوقت ده كانوا رجاله دومينجو بيقابلوا رجاله ستوكس وبياخدوا منهم السلاح وبيدوهم الفلوس وكده. الفكره بقى ان وسط ما كل ده بيحصل هوب بتيجي عصابه مكونه من 3 اشخاص وبدون مقدمات بيقتلوا رجاله دومينجو ورجاله ستوكس عشان يسرقوا الفلوس. بعدها بيقلعوا العصابه دول الاقنعه، فبنكتشف ان واحد منهم شاميك وشخص تاني اسمه شيكو، وشيكو ده بيشتغل على فكره في محل الحلاقه بتاع بوب، وكمان شخص كده اسمه دانتي، وايوه دانتي ده اللي غاب من الشغل ولوك خد مكانه. وحاليا بقى شاميك القذر بيقتل دانتي عشان ما يفضحهمش عند ستوكس، وبياخدوا هو وشيكو الفلوس وبيهربوا من المكان. اما دانتي فبيكون لسه ما ماتش، فبسرعه بيتصل بتون الحارس الشخصي لستوكس وبيعرفوا كل اللي حصل، وبيكون دانتي عمل كده عشان ينتقم من شاميك وشيكو على قتله. في الاثناء دي كان لوك لسه قاعد مع البنت اللي اتعرف عليها دي، وبيقرر يعزمها على العشاء عنده في البيت. وبس في الليل بقى بينام لوك وبيبدا يحلم، فبنشوف ان لوك بيحلم بشخصين كده في سجن، والشخصين دول عمالين يضربوا شخص ثالث، وهو بيصحى لوك من النوم مخضوض، وهنفهم طبعا مين الناس دي كلها قدام. بعد شويه بنلاقي البنت اللي اتعرف عليها لوك امبارح بتروح دلوقتي على شغلها، فبنكتشف انها محققه في الشرطه، وطبعا ما جابتش سيره خالص عن شغلها للوك. وحاليا كانت في مسرح الجريمه اللي ماتوا فيه رجاله ستوكس ودومينجو وكمان دانتي بحيث يعني تعين المكان. في الاثناء دي بنشوف ان ستوكس كان في مكتبه وجه لستوكس شخص اسمه شيدز، وبالمناسبه شيدز ده واحد من اللي كان لوك بيحلم بيهم. المهم اننا بنعرف دلوقتي ان شيدز ده شغال مع دايموند باك، والمفروض ان دايموند باك هو الشخص اللي بيدي ستوكس السلاح عشان يبيعه. وحاليا بيطلب شيدز من ستوكس ان هو يبص في عينه، لان للعلم شيدز عنده قوه خارقه كده وبيقدر يقرا الافكار. وحاليا بيقرا افكار ستوكس وبيعرف ان ستوكس ملوش اي يد في اللي حصل امبارح، وان دانتي هو اللي خانه مش اكتر من كده. فبيقرر شيدز انه يساعد ستوكس، واول حاجه بيقرروا يعملوها انهم يدوروا على شاميك وشيكو بحيث يرجعوا الفلوس اللي اتسرقت. لكن قبل ما يعملوا كده بياخدوا بعضهم وبيروحوا يقابلوا ماريا، واللي كانت في حاجه كده زي مؤتمر خيري للاطفال. المهم ان ماريا بتروح تتكلم مع ستوكس، وبيعرفها ستوكس انه هيسيب معاها كام واحد كده يحموها لانه قلقان جدا من دومينجو لا يأذيها. وبيعرفها ستوكس كمان انه قريب جدا هيديها فلوس اكتر واكتر، وبيسيبها وبيمشي.
وملحوظه الرجاله اللي سابوا ستوكس دول لغرض تاني هنعرفه قدام. عامة في كل الأحوال بيقدروا يعرفوا مكان شاميك، وبالتالي بياخدوا تون على الكازينو بتاع ستوكس وبيشوف لوك شاميك، بيتضايق طبعا لأنه مش قادر يساعده. بعد كده بيدخل المكان شيدز، واللي أول ما بيشوف لوك بيفتكر ذكريات الماضي، وبنعرف إن شيدز كان محبوس مع لوك، لكن لوك حاليا بيستخبى منه عشان شيدز ما يشوفوش وبيمشي من المكان خالص. أما شاميك فبيكون قاعد مع ستوكس، وبنشوف إن ستوكس مجنون حرفيا لأنه بيفضل يضرب في شاميك لحد ما بيقتله، وحتى مش بيعرف منه مكان شيكو عشان ياخد باقي الفلوس. بيأمر بس تون ان هو يرمي شاميك في الشارع ويبقى يدور له على شيكو بحيث ياخد باقي الفلوس. وبالفعل ما عداش وقت طويل وبنشوف ان الشرطه اكتشفت جثه شاميك في الشارع، وكانت المحققه موجوده وبتعاين الجثه برضه. اما لوك ففي نفس الوقت ده كان في بيته، وبنشوف انه بيلم كل حاجه في البيت بحيث يهرب من المدينه وشيدز ما يوصلوش. لكن حاليا بيتخيل لوك مراته ريفا اللي ماتت، وبتعرفه دلوقتي انه مش ضعيف ولا ينفع يهرب من الخطر، فبيقرر لوك خلاص هيفضل في المدينه. بعدها بيروح يدي باقي فلوس الايجار للسيده كوني لو تفتكرها، فبيلاقي عندها رجاله ستوكس اللي قلت لك ان ستوكس شغلهم مع ماريا. وحاليا كانوا الرجاله دول عاوزين ياخدوا فلوس بالعافيه من كوني وجوزها بلطجه وكده كدعم يعني لحمله ماريا، وايوه ده هدف الرجاله دول من شغلهم مع ماريا. المهم ان لوك مش بيعجبه الكلام ده، فبيحذرهم وبيطلب منهم يمشوا، لكنهم مش بيرضوا وبيتعاركوا مع لوك. وطبعا بفضل قوه لوك الخارقه مش بيقدروا يسدوا قدامه خالص، وبيفضل لوك يضرب فيهم وفي ثواني حرفيا بيخلص عليهم. بعدها بيتكلم مع السيده كوني وبيعرفها انه من النهارده هيحميها هي وغيرها في المدينه عشان محدش يأذي الضعاف تاني، وبيسيبها هي وجوزها وهم منبهرين بقوته وبيمشي. تاني يوم كان لوك في شغله كالعاده مع بوب، وكالعاده برضه فضل يحكي لبوب كل حاجه حصلت عند السيده كوني، وده فرح بوب جدا لانه حس ان لوك اخيرا بدأ يمشي في الطريق الصح ويساعد الناس ويستفيد من قوته الكبيره. المهم اثناء ما كانوا بيتكلموا بيوصل ستوكس للمكان ومعاه تون وشيدز، وبيكون ستوكس جاي عشان يحلق، لكنه في الحقيقه بيتكلم مع بوب دلوقتي من تحت لتحت، وبيعرفوا انه عارف ان شيكو كان شغال عنده هنا، وبالتالي بيطلب منه يسلمه له. وشيدز بيشوف لوك في الوقت ده وبيتعرف عليه، لكنه مش بيعمل له اي حاجه، وبياخد ستوكس شيدز وتون وبيمشي. بمجرد ما مشيوا قعد بوب مع لوك وطلب منه ان هو يدور على شيكو عشان يحموه، فوافق له وبس. مشى من الشغل وبدأ يلف هنا وهناك يدور على شيكو لحد ما قدر يوصل لشيكو في البيت اللي مستخبي فيه. واول ما شاف شيكو بقى عرفه ان صاحبه شاميك اتقتل والدور عليه ولازم بقى يجي معاه عشان يحميه، لكن شيكو كان متوقع بيرفض، فبيسيبه لوك وهو محبط وبيمشي. بعدها راح لوك لعند بوب وعرفه ان شيكو مرضيش يجي معاه، وسأل بوب بقى هو يعرف شيكو منين اصلا وليه بيساعده كده. فبيبدأ بوب يحكي عن ايام زمان، فبنعرف ان بوب كان رئيس عصابه زمان، وكان معاه في العصابه دي ابو شيكو نفسه، وكمان صدق او لا تصدق كان معاه ستوكس، وكانوا ابو شيكو وستوكس شغالين تحت ايده. والعلم للسبب ده لسه ستوكس بيحترم بوب لحد النهارده، على الرغم من ان بوب ساب عالم الاجرام ده من سنين. عامه بيسيب بوب لوك حاليا وبيدخل المحل، فبيلاقي شيكو جاي له المحل، فبيفضل يعاتب شيكو على كل اللي عمله. بعدها هدي بوب وعرفه انه هيساعده، وبيجي له دلوقتي بحيث يعني يشوفوا هيعملوا ايه. لكن اثناء ما كانوا بيتكلموا في زبون في المحل اسمه ترك بيشوفهم وبيشوف شيكو، فبسرعه بيمشي لوك من المكان عشان خاطر ما ياخدش باله اكتر من كده. ويا صديقي ترك ده مجرم على قده كده عايش في المدينه، وسبق وشفناه في ملخص مسلسل دير ديفل ومسلسل بانيشر ومسلسل جيسيكا جونز. عامه بعد ما مشى ترك من المكان بتوصل المكان المحققه، واللي بنعرف ان اخيرا اسمها ميستي، وبيكون موجود معاها برضه صديقها المحقق رافائيل، وجايين دلوقتي يحققوا مع بوب لو يعرف فين شيكو. دلوقتي ده بيشوف لوك ميستي وبيتضايق لانها ما قالتلوش هويتها الحقيقيه، وعشان كده بيخرج لوك وبيوري ميستي نفسه، فبتتحرج منه شويه. لكن لوك بما انه كاريزما فبهتمش وعرف بس ميستي والاخ رافائيل انهم ما يعرفوش مكان شيكو، فبتمشي ميستي ورافائيل وهم محبطين. بعد كده ساب لوك المكان وخد بعضه وراح ينادي ستوكس، وقابل هناك ستوكس وعرفوا بقى ان بوب قدر يوصل لشيكو وقدر يخبيه في مكان امان، وعرفوا ان بوب عاوز يرجع الفلوس اللي سرقها شيكو وفي المقابل شيكو يفضل عايش. فبيعرفوا ستوكس انه هيفكر وهيرد على بوب، فبيسيبوا لوك وبيمشي. في الوقت ده بقى جه تيرك وقابل تون وشيدز وعرفهم تيرك ان بوب مخبي شيكو عنده في المحل، فبيفرح تون وبدون تفكير بياخد شيدز وبيروحوا عند محل بوب، وبدون مقدمات بيفتح تون النار على المحل زي المجنون حرفيا، لدرجه ان شيدز بيقول له وقف، لكنه بيوقفش عشان عاوز يتم المهمه ويبهر ستوكس، وبالتالي بيفضل تون يضرب النار على الكل، فبيموت بوب وبيموت شيكو كمان. اما لوك فبيحمي بجسمه الطفل لوني ابن باتي لانه كان في المحل. بعدها بيعمل لوك نفسه واقع على لوني وهما الاثنين ميتين، فمش بيهتموا تون وشيدز وبياخدوا الفلوس وبيمشوا. طبعا بيكونوا لوك والطفل لوني عايشين عادي، والفكره هنا ان بيجوا ميستي ورافائيل يعاينوا المكان، ولما بتلاقي ميستي ان لوك عايش رغم كل ده بتشك ان عنده قدره خارقه، لكن لوك في كل الاحوال مش بيقول لها حاجه خالص وبيمشي. على الناحيه الثانيه بيروحوا تون وشيدز لعند ستوكس وبيعرفوه كل اللي حصل وبيدوا له الفلوس، ورغم ان ستوكس خد الفلوس الا انه كان متضايق ان تون اتصرف من دماغه وقتل شيكو، لان ستوكس ما كانش هيقتله احتراما لبوب.
وفوق كل ده بيعرف ستوكس ان تون الغبي قتل بوب، وده بيعصبه بشكل مش طبيعي لانه كان بيحب بوب وبيحترمه. واللي بيعصبه اكتر ان تركي بيجي حاليا وبيطلب من تون فلوسه، وده بيضايق ستوكس اكتر لانه بيحس ان تون مبوظ كل حاجه. فبيعمل ايه بقى؟ مفيش. بشكل مفاجئ وصادم للكل بياخد تون وبيرميه من السطح فبيقع ميت. اما ترك فبيخاف من اللي شافه ده وبيمشي. بعد كده خد ستوكس الفلوس واداها لماريا، وكده بقت فلوس ماريا كامله وتقدر تبدا شغل لصالح ستوكس من تاني زي ما هو عاوز. على الجانب الاخر بنشوف ان لوك عايش في حاله نفسيه وحشه جدا بعد موت بوب صديقه الوحيد، فبيقرر انه مش هيسيب حقه خالص وهيجيبه له. اول حاجه بيعملها انه بيروح يراقب مقر ماريا بحيث يعرف عنها وعن ستوكس اكتر واكتر. واثناء ما كان لوك بيراقب بيجي له شاب صغير كده وبيثبته بمسدس عشان يسرقه. بيتعصب لوك وبياخد منه مسدس وبيضرب نفسه طلقه ومش بيتاثر، فبيلاقي الشاب بيسيب لوك وبيهرب لان شكله كان مجنون خالص. عامة بعيدا عن الضحك ده كله بنشوف ان تاني يوم بالليل لوك بيدخل المكتب بتاع ماريا وبيخلص على كل اللي فيه بمنتهى السهوله. لكن لحظه واحده، هو ليه لوك عمل كده حاليا؟ عشان نعرف اجابه السؤال ده لازم نرجع للماضي شويه. من فتره مش بعيده خالص بنشوف ستوكس وهو قاعد بيتابع الاخبار وبيعرف من الاخبار دي ان شيكو ما ماتش زي ما كنا فاكرين، بل اتصاب واتنقل للمستشفى، فبيقرر يتصرف في الموضوع. اما لوك في نفس الوقت ده بيروح عند محل بوب وبيكون زعلان جدا عليه، لكنه مش بيطول وبياخد بعضه وبيروح لدار الجنائز وبيقابل المسؤول هناك واللي اسمه جول، وبيبدا بقى يظبط مع جول تفاصيل الجنازه وهكذا. واثناء ما كانوا بيتفقوا بيوصل للمكان ستوكس وبيعرف لوك ان هو اللي هيظبط كل تفاصيل الجنازه مع جول، فيعني ما يقلقش ويمشي. وقتها بيتضايق لوك وبيمشي. اما ستوكس فبيظبط مع جول فعلا كل التفاصيل، بعدها بيعرف جول انه عاوز يخلص برضه من جثه تون من غير ما حد يعرف، فبيوافق جول. على الجانب الاخر بيروح لوك لمحل بوب وبيقابل هناك بوبي المحاسب بتاع بوب، فبوبي بقى عرف لوك ان المحل خلاص هيتقفل لان بوب كان عليه فلوس كتير للضرايب وبيدفعهم بنظام التقسيط، لكن بعد موته فالبنك خلاص هيستولي على المحل. لوك لما سمع الكلام ده عرف بوبي ان المحل هيفضل باسم بوب مهما حصل وهيشتغل، اما الفلوس فهو يتصرف وهيدفعها، وبيسيب بوبي وبيمشي. في الاثناء دي ولكن في مكان تاني بنشوف مجموعه من رجاله دومينجو بيطلعوا دلوقتي على عربيه تبع رجاله ستوكس وبيخلصوا عليها وبيسرقوا شويه اسلحه كده كانت معاهم وبيهربوا. بعد اللي حصل ده بتوصل ميستي ورافائيل للمكان وبيعاينوه وبيعرفوا ان اكيد دومينجو بدا يخلص على رجاله ستوكس عشان ياخد حقه سواء اسلحه او فلوس الاسلحه. وفي المجمل يعني بيخلصوا شغلهم هنا وبيروحوا المستشفى يقابلوا شيكو، وبيحاولوا بقى منه يعرفوا اي معلومات تفيدهم يمسكوا اي حاجه على ستوكس كده ولا كده، لكن شيكو مش بيتكلم فبيسيب له رافائيل الكارت بتاعه عشان لو حب يتكلم وبيمشي. بعد شويه بيوصل لوك للمستشفى وبيتكلم مع شيكو، فلوك عرف شيكو انه هينتقم لبوب من ستوكس وعصابته، وعشان ينتقم منهم لازم يخسرهم فلوس كتير جدا. وبيسال لوك شيكو هو ستوكس بيخبي فلوسه فين، فبيعرفوا شيكو ان ستوكس بيخبي فلوسه في اماكن كتير جدا ومخابئ اكتر، لكن في مكان واحد بس لما بيحس بالخطر بيودي فلوسه كلها فيه، والمكان ده هو مكتب ماريا. وبس بكده بيكون عارف لوك كل اللي هو عاوزه، فبيبدا بقى يهاجم رجاله ستوكس في مخابئهم الكتير جدا. ومره على مره بقى الموضوع بيوصل لستوكس، بنشوفه قاعد دلوقتي مع ماريا وبيعرفها انه هينقل الفلوس بتاعته كلها لمكتبها لان في خطر كبير عليه الفتره الجايه ولازم يحمل فلوس، فبتوافق ماريا وهي مضطره، والعلم ده اللي لوك عاوزه عشان خاطر يقدر يسرق اكبر كم من الفلوس مره واحده. عموما بيروح ستوكس للكازينو بتاعه وهناك جاله دومينجو بعرف ستوكس انه عاوز فلوسه او الاسلحه، لكن ستوكس رفض وعرفه انه متاكد ان هو اللي بيهجم على مخابئه وانه مش هيديله اي فلوس بسبب اللي بيعمله حاليا ده. فبيتعصب دومينجو وبيعرف ستوكس انه هيزعله وبيسيبه وبيمشي، وبيكون ستوكس عارف خلاص من دلوقتي انه بدا حرب بينه وبين دومينجو ومحدش عارف هتخلص ازاي. عامه على الجانب الاخر بيبدا لوك يراقب المكتب بتاع ماريا، ولما اتاكد ان كل الفلوس اتنقلت للمكتب على طول هجم على المكان، وفي مشهد فخم بيفضل يضرب في رجاله ستوكس ولا همه اي حد لحد ما بيقدر يهزمهم كلهم. وكل شياكه بيدخل المكتب وبياخد شويه من الفلوس وبيمشي. بعد اللي حصل ده بنشوف ميستي ورافائيل شغالين على قضيه، وبنعرف من كلامهم ان لوك سرق شويه فلوس قليله وساب باقي الفلوس كلها بحيث الحكومه تتحفظ عليها. ده اللي حصل، وبيعرفوا ان الشخص اللي عمل كده اكيد عاوز ينتقم من ستوكس ويخسره. وبتكون ميستي شبه متاكده ان الشخص ده هو لوك لانه عنده قوه خارقه ومش بيتاثر من ضرب النار، لكن لان مفيش اي ادله عليه مش بتقدر تعمل حاجه. في المجمل بيسيبها بقى رافائيل وبيروح يقابل شيكو لان شيكو كلمه حاليا. شيكو يا صديقي كان عاوز يعترف بكل حاجه عشان حق بوب اللي مات يرجع، فبيقول لرافائيل دلوقتي كل حاجه على اللي حصل، سواء سرقته هو ودانتي وشاميك لرجاله ستوكس ودومينجو، او حتى على موضوع ان لوك هو اللي بيهاجم مخابئ ستوكس وغيره وغيره وغيره. رافائيل بقى لما عرف كل حاجه خلاص قتل شيكو بمنتهى الهدوء. بعدها راح رافائيل للكازينو بتاع ستوكس وقابله هناك، وهنا بقى بنعرف ان رافائيل شغال اصلا مع ستوكس، وحاليا بيعرفوا انه خلص على شيكو لانه ممكن يشهد عليه ويقرفه، وعرفوا كمان ان اللي بيسرقوا حاليا مش دومينجو بل لوك، وبيعرفوا كمان عنوان لوك، فبيقرر ستوكس يزوره ويخلص عليه.
على ذكر لوك بقى، فالفلوس اللي سرقها بيروح بيها دلوقتي لبوبي المحاسب في المحل بتاع بوب، وبيديله فلوس الضرايب بحيث يدفعها ويخلص. بعد شويه بيروح لوك لمطعم السيده كوني يتعشى. في اللحظه دي بقى بيظهر ستوكس فوق عماره من العماير، وحرفيا بيضرب صاروخ على المطعم بتاع كوني، فبيتدمر المطعم تماما. بعد شويه بتوصل الشرطه للمكان بقياده ميستي ورافائيل، وبنعرف من كلامهم ان لوك والسيده كوني تحت الانقاض، فبيقرروا يخرجوهم. اثناء بقى ما كان لوك تحت الانقاض بيبدا يحلم بالماضي، فبنرجع بالزمن معاه وبنشوف ان لوك زمان كان عايش في ولايه تانية وكان مسجون. وفي اول يوم للوك في السجن جه ظابط راكام مدير السجن، واللي كان راجل بغيض جدا بالمناسبه. اتكلم مع لوك دلوقتي وكل المساجين الجدد عن قواعد السجن، واللي اهمها ان محدش يخرج عن طوعه. في الوقت ده اتكلم لوك فضربوا راكام وعرفوا انه مش معنى انه كان ظابط سابق انه هياخد راحته هنا. ايوه صديقي، لوك كان ظابط سابق. عامة دخل لوك السجن وبدأ يحضر جلسات نفسية مع ست كده اسمها ريفا، وريفا دي اللي بقت بعد كده مراته. المهم ان في مرة بنشوف ان لوك كان في ساحة السجن، وكان راكام واقف بيتكلم مع 2 مساجين منهم شيدز. راكام عرفهم دلوقتي انه عاوزهم يأدبوا لوك ويضربوه علقة محترمة. وقفوا شيدز وصاحبه وفعلا راحوا لوك بالليل بحيث يضربوه، لكن لوك هو اللي ضربهم وقدر عليهم كلهم هما الاتنين، رغم انه اصلا ما كانش عنده اي قوة خارقة في الوقت ده. وقتها لما شاف راكام كل اللي حصل ده عجب بلوك، فراح له في مره وعرفه انه عاوزه يشتغل معاه في حاجه هنا في السجن. لكن لوك رفض لانه مش عاوز يبقى عبد عند راكام، فسكت راكام ومشى وبس. بعد كده بدأ لوك يندمج اكتر في السجن، واتعرف على واحد كده من المساجين اسمه سكلوبز، وبقوا اصحاب جدا. وكانوا الاتنين دايما بيحضروا اجتماعات ريفا وهم مبسوطين وكل حاجه كانت تمام. اللي مش تمام بقى ان راكام في مره جه للوك وخدوه لمكان قاعد فيه سكلوبز، اما قتل واحد كان قاعد على طول جنب سكلوبز. بعدها اتكلم راكام مع لوك وعرفه انه هيلبس جريمه القتل دي لسكلوبز او تشتغل معاه. فعشان لوك يخرج صديقه من المصيبه دي قرر غصب عنه خلاص يشتغل مع راكام. وشغله الصراحه مع راكام كان سهل جدا. هنا بنعرف ان راكام كان بيعمل حلبة قتالية غير رسمية في السجن، وكان بيخلي المساجين يشاركوا فيها، وهو واصحابه بقى يراهنوا عليهم. وحاليا بقى لوك اصبح مقاتل راكام اللي دايما بيكسبه فلوس كتير جدا. بعد فترة من كل ده لوك مرضيش عن الحياة اللي هو عايشها دي، فراح للدكتورة ريفا واتكلم معاها وعرفها انه عاوز مساعدتها عشان يوصل لمحامي بره السجن ويعمل قضية كبيرة للراكام ويعرف كل الناس اللي هو بيعمله في السجن. وقفت ريفا وقررت تعمل كده ومشيت. ولحد هنا برضه كل حاجة تمام، لكن الغلطة الوحيدة اللي ارتكبها لوك انه راح قال لسكلوبز. بمجرد بقى ما قال لوك لسكلوبز اللي ناوي يعمله، تاني يوم جم شيدز ومعاه مسجون تاني ودخلوا في معركة كبيرة مع لوك انتهت بإصابة لوك إصابة خطيرة، ودخل لوك للمستشفى بتاعت السجن. وقتها كان بيعالجه على فكرة دكتور كده اسمه ألبرت. المهم ان ريفا جت للوك وعرفته ان ضباط الشرطة بقيادة راكام فضلوا يعذبوا سكلوبز لحد ما قال لهم غصب عنه على خطة لوك. بعدها قتلوه، وعشان كده برضه جه شيدز والمسجون اللي معاه عشان يقتلوا لوك بحيث محدش يفضح راكام تاني والموضوع يخلص. طبعا الكلام ده بيصدم لوك وبيزعله جدا على موت صديقه. عامة اتكلمت دلوقتي ريفا مع دكتور ألبرت وتوسلت ليه انه يعالج لوك بأي شكل لان حالته صعبة وباين هيموت. وبالفعل قرر ألبرت يعالج لوك ولكن بطريقة مختلفة. دخله في آلة كده كان صنعها بحيث يقدر يصنع بيها أبطال خارقين حرفيا. ولما دخل لوك في الآلة عشان يتعالج جه راكام وحاول يدمر الآلة بحيث يموت لوك، لكن لوك ما ماتش وحصل بس انفجار ضخم في الآلة. بعدها خرج لوك منها وهو بيمتلك قوة خارقة ملهاش حدود، وأيوة دي كانت اللحظة اللي امتلك فيها لوك قوته الخارقة. ولما اكتسب بقى لوك قوته هرب من السجن وبس. تواصل بعدها مع الدكتورة ريفا واللي كانت بتحبه أصلا، فقرروا يتجوزوا ونقلوا من المدينة خالص عشان محدش يعرف حاجة عن لوك ويعيش في أمان. والعلم يا صديقي ده السبب اللي عشانه لوك مش بيحب يشتغل كبطل خارق، خوفا من ان اي حد يتعرف على هويته الحقيقيه وكل الماضي يتفتح عليه من جديد. بس يا سيدي بتخلص بقى ذكريات الماضي، فبنرجع للوقت الحالي وبنشوف ان لوك وكوني فاقوا وكانوا كويسين. فبيبدا لوك يستخدم قوته ويشيل الانقاض وبيقدر يطلع بخير هو والسيده كوني وسط صدمه واعجاب من كل الناس. بتحاول المحققه ميستي تتكلم مع لوك لكنه مش بيديها اهتمام وبيمشي. ويا صديقي لعلمك برضو الاعلام كان بيصور لوك في الوقت ده وهو بينقذ نفسه هو وكوني من تحت الانقاض، وبالتالي كل المدينه عرفت قوه لوك. واكبر دليل على كده ان تاني يوم بنشوف لوك بيظبط الدمار اللي حصل ده، بيستخدم قوته طبعا في كده، وبيكونوا ناس كتير بيتفرجوا عليه وبيصوروه. في المجمل بنسيب لوك حاليا وبنروح لستوكس. ستوكس دلوقتي بيجمع كل رجالته بحيث يشوفوا هيعملوا ايه مع لوك، لكنه بيكتشف دلوقتي من واحد من رجالته ان تقريبا كده خسر كل فلوسه بعد اللي لوك عمله في مكتب ماري. فبيتعصب ستوكس وبيمر كل رجالته انهم يسرقوا المحلات والناس اللي في المدينه عافيه، واي حد يقول لهم بيعملوا كده ليه يعرفوه انهم بيعملوا كده عشان لوك. وقتها واحد من رجاله ستوكس بيعترض على الكلام ده لان لوك ممكن يقتلهم بكل بساطه، فبيتعصب ستوكس وبيطلع مسدسه وبيخلص عليه، ودي بتكون رساله كافيه لباقي رجاله ستوكس. فعلى طول بينتشروا في المدينه يسرقوا المحلات والناس وما الى ذلك.
ومن ضمن المحلات اللي بيسرقوها بيكون محل بنت كده اسمها عائشه بيسرقوا منها الخاتم بتاع جدها، وده بيضايق عائشه جدا بشكل مش طبيعي. فبتروح للوك المحل بتاعه وبتعرفه ان رجاله ستوكس بيسرقوا كل اهل المدينه بسببه، وهي كمان اتسرق منها الخاتم بتاع جدها. فبيوعدها لوك انه هيرجع لها اللي اتسرق منها وبيمشي. وقتها بيخرج لوك من المحل فبيلاقي ناس كتير جايين له وبيعرفوه انهم اتسرقوا برضه من رجاله ستوكس، وده بيعصب لوك جدا. فبيبدا يلف هنا وهناك ويضرب رجاله ستوكس وياخد منهم الحاجه اللي سرقوها ويرجعها لاصحابها. واثناء ما كان لوك بيلف في المدينه هنا وهناك بالصدفه بيلاقي واحد من رجاله ستوكس مضروب بالنار. فبيسالوه ايه اللي حصل له، فبيعرفوا ان عائشه ضربته بالنار عشان خاتم جدها. فبيتضايق لوك وبيقرر يوصل للخاتم ده بشكل اسرع. بعد شويه بيجوا ميستي ورافائيل للوك وبيطلبوا منه انه يمشي من المدينه لان وجوده عامل مشاكل كتير، لكن لوك بيرفض وبيمشي. لوك راح دلوقتي للكازينو بتاع ستوكس وضرب كل رجاله ستوكس بمنتهى السهوله. بعدها اتكلم معاه وعرفه ان المره الجايه هيجي يخلص عليه شخصيا، ولو مش عاوز ده يحصل يبقى يسيب الناس في حالها او يمشي اصلا من المدينه. وبيعرف لوك ستوكس ان شيدز عارفه كويس جدا وبيطلب منه يروح يساله عنه وبيسيبه وبيمشي. وفعلا بيقعد ستوكس بعد شويه مع شيدز، فبيعرفوا شيدز كل حاجه يعرفها عن لوك من طقطق لسلام عليكم. وبيعرف شيدز ستوكس ان لوك اكبر منه بكتير ولازم يسيب موضوع قتله ده لدايموند باك، الراجل اللي اصلا شيدز بيشتغل لحسابه. لكن ستوكس بيرفض الكلام ده وبيسال شيدز لو في سلاح معين ممكن يخلص بيه على لوك. فعرفوا شيدز ان في سلاح يقدر يخلص على لوك. وبيشغل شيدز بعد كده فيديو بيظهر فيه شخص بيتضرب بالنار، لكن بطريقه غريبه لان الطلقه حرفيا بتفجر جسمه من جوه. وبيعرف شيدز ستوكس ان ده السلاح الوحيد القادر على قتل لوك لكنه غالي جدا. في اللحظه دي بيفكر ستوكس وبيقرر انه هيجيب سلاح ويديه لدومينجو، وبكده ممكن يكون معاه فلوس يشتري بيها السلاح اللي بيقتل لوك ويخلص على لوك. على الناحيه التانيه بنشوف 2 محققين بيتكلموا مع ميستي وبيعرفوها انهم شاكين في المحقق رافائيل انه بيشتغل لحساب ستوكس، وبيطلب منها انها تراقبه من وقت للتاني. فبتكون ميستي مش مصدقه لكنها بتوافق. اثناء كل ده بيوصل رافائيل للاسم، فبتتعامل ميستي معاه عادي بحيث ما تحسسوش باي حاجه وبتمشي. بعد كده بتيجي مكالمه رافائيل فبياخد بعضه وبيمشي من الاسم وبيروح يقابل ضابط زميله. فبنعرف ان الضابط ده فاسد وبرضه شغال مع ستوكس. وهينعرف الضابط رافائيل انهم عاوزين يسرقوا اسلحه لستوكس من الاحراز اللي عندهم في السجن، وان في ضابط اسمه ماكلين في هيئه الاحراز هيساعدهم. وقتها مش بيعجب قوي رافائيل بالكلام ده لكنه بيوافق، وبيبان كده انه مش عاوز ينفذ الكلام بتاع ستوكس. لكن يعني في كل الاحوال بعد فتره مش طويله بنشوف ان رافائيل معاه شحنه السلاح دي ولسه ما نعرفش هيعمل بيها ايه. بنسيب بقى رافائيل وبنروح للكنيسه واللي بيكون فيها حاليا عزاء لبوب. وفي العزاء ده بيطلع ستوكس يقول كلمتين في حق بوب وبيعمل نفسه بيحبه وزعلان عليه، بس ده ما بيعجبش لوك. فبيطلع يتكلم هو في حق بوب وبيبدا يقول كلام على ستوكس من بعيد لبعيد، وبيقول انه من فسده المدينه اللي كان بوب ضدهم. رغم ان الكلام ده صديقي مش متقال فيه اي اسماء، لكن كل الموجودين هنا بيفهموا ان لوك قصده على ستوكس. مخلص لوك كلامه دلوقتي وراح لعائشه واداها الخاتم بعد ما قدر يجيبه لها خلاص. بعد كده راح لستوكس قبل ما يمشي وحذره للمره الثانيه انه يأذي اي حد في المدينه والا هيخلص عليه، وبيسيبه بيمشي. اثناء بقى ما كان لوك ماشي جات له ميستي وسالته هيمشي من المدينه ولا لا زي ما طلبت منه، لكن لوك بيرفض. على الجانب الاخر بنشوف كلير وصلت للمدينه، ولو ما تعرفش كلير يا صديقي فكلير تبقى ممرضه سبق وشفناها طبعا في ملخص مسلسل دير ديفل وبانشر وكمان جيسيكا جونز، وعالجت على فكره لوك كيج في المسلسل بتاع جيسيكا جونز. المهم ان كلير بمجرد وصولها للمدينه بيجي واحد وبيسرقها، لكنها بتجري وراه وبتقدر توصل له وتضربه وتاخد شنطتها. بعد كده بتروح على المطعم بتاع امها فبتتكلم مع امها وبتعرفها انها كانت شغاله في مستشفى لكن اتفصلت منها فجت يعني تقعد معاها. اما بعد كده عرفت كلير امها انها اتعرفت في الفتره اللي فاتت على ابطال خارقين كتير وعالجتهم، وعشان كده قررت تبقى مساعده لاي بطل خارق منهم بحيث تساعده في تحقيق العداله. واثناء ما كانت بتتكلم كلير بنشوف الاخبار بتتكلم عن لوك كيج، وبنعرف ان لوك اللي سبق وعالجته عايش في المدينه هنا، فبتفرح وبتقرر تروح تقابله. تاني يوم بيروح ستوكس ياخد الاسلحه من رافائيل، فبيطلب رافائيل منه فلوس اكتر عن اللي متفقين عليها، وده بيعصب ستوكس المجنون فبيهدد رافائيل بالقتل، فبيقلق رافائيل وبيطلع سلاحه. فبياخدوا منه ستوكس وبيضرب رافائيل كام طلقه وبيكون هيقتله، لكنه بيشوف ناس شايفينه فعلى طول بيهرب من المكان وبيسيب رافائيل مصاب. على الناحيه الثانيه وفي نفس الوقت ده كان لوك بيتدرب في الشارع وهو بيسمع برنامج لواحده كده اسمها تريش، كانت بتتكلم طول الحلقه بتاعت النهارده عن لوك هل هو بطل فعلا ولا لا. في المجمل بيروح لوك يفطر في مطعم كده هو وبوبي، وبيكون ده مطعم ام كلير. فكلير بتشوف لوك في اللحظه دي وبتروح تتكلم معاه وبتفكره بنفسها، بتبسط لوك انه شافها من تاني وبيقعد بقى يتكلم معاه. بعد كده بيخرجوا يتمشوا شويه وبيروحوا عند محل بوب، فبيلاقي لوك المحل مفتوح، بيستغرب وبيدخل يشوف فيه ايه. بيلاقي رافائيل في المحل ومصاب، لان رافائيل هرب من ستوكس هنا عشان يضمن ان محدش يتبعه ويقتله. المهم ان كلير بتبدا تعالجه، واثناء ما بيتعالج بيتكلم لوك مع رافائيل وبيطلب منه يعرفه كل حاجه عن علاقته بستوكس. بيعرفوا رافائيل انه شغال مع ستوكس ومش هو لوحده، لا ده معظم الشرطه في المدينه شغالين معاه،
وبيعرف رافائيل لوك ان هو اللي قتل شيكو بامر من ستوكس. وقتها بيتعصب لوك وبيقرر يسيب رافائيل يموت، وبالفعل بياخد كلير عشان خاطر يمشوا. فبيخاف رافائيل وبيعرف لوك ان عنده حاليا ادله كتير تحبس ستوكس مدى الحياه، والادله دي متمثله في نوتة ملاحظات بتاعه رافائيل موجوده في بيته. وفي النوتة دي رافائيل كاتب كل حاجه تخص شغله مع ستوكس، لدرجه انه كاتب اسماء الضباط كلهم المتورطين مع ستوكس. في اللحظه دي بيقرر لوك ما يسيبش رافائيل يموت، وبيطلب من كلير تفضل تحاول تعالجه. اما هو فبيقرر يروح شقه رافائيل وياخد النوتة من هناك لانها اكبر دليل على ستوكس. على الناحيه الثانيه بنشوف قائده الشرطه بتاعه المدينه مجمعه كل الضباط بما فيهم ميستي، وبتعرفهم دلوقتي ان رافائيل اختفى، وشكله كده اختفى بسبب انه شغال مع ستوكس وخاف يتفضح. وبتؤمر دلوقتي الرئيسه الكل يدوروا على رافائيل ويجيبوه لغايه عندها. وبتعين الرئيسه ظابط كده يدور مع ميستي على رافائيل اسمه بيريز، وللعلم بيريز ده شغال اصلا مع ستوكس زيه وزي رافائيل بالظبط. المهم ان ميستي وبيرز بيروحوا دلوقتي يراقبوا بيت رافائيل. بعد شويه بيطلع لوك البيت بتاع رافائيل، فبيلاقي النوتة بتاعته موجوده. الفكره بقى ان ميستي بتحس ان حد طلع البيت، فبتطلع هي وبيريز يشوفوا مين ده، فبيكون لوك واللي بيهرب منهم دلوقتي وبينط من الشباك بتاع الشقه، ومش بيحصل له اي حاجه طبعا بفضل قوته الخارقه. وقتها بتشوفه ميستي وبتعرف ان هو اللي كان في البيت وهرب. عامة بيروح بقى لوك لمحل بوب، وبيقرر ياخد رافائيل وكلير للقسم، وهناك بقى الشرطه يتولوا رافائيل ويكملوا علاجهم، وياخدوا النوتة كمان بتاعته عشان خاطر يقبضوا على ستوكس وعلى الضباط الفاسدين. وفعلا بياخدهم لوك في عربيه وبيمشوا، وبيكون طبعا رافائيل لسه مصاب. في نفس الوقت ده كان قاعد ستوكس مع واحد من رجالته، وبيؤمر الراجل ده انه يعمل جايزه على راس رافائيل عشان كل المجرمين اللي في المدينه يطردوه. فبيوافق الراجل ده وبيقرر يعمل كده. بعد شويه بنشوف مجرمين في عربيه كده بيشوفوا لوك حاليا، فبيبداوا يطردوه لحد ما بيقدر لوك يهرب منهم هو ورافائيل وكلير في مبنى كده. فالعصابه دول بيدخلوا وراهم وبيفضلوا يضربوا عليهم نار، لكن لوك بيقف ياخد الضرب ده مكان كلير ورافائيل، وهما بقى بيكملوا هروب. اما لوك فبيفضل يضرب في العصابه وبيخلص عليهم كلهم، وبيجري هو التاني عشان يروح لكلير ورافائيل. بعد شويه بنشوف ان كلير ورافائيل بيخرجوا من المبنى ده، وبتكون في عربيه هتيجي وتدوسهم، لكن لوك بيقف قدام العربيه وبيمنعها. في الاثناء دي كانت لسه ميستي مع بيريز، وبتلاحظ دلوقتي ان بيريز بيحاول يتوههم عشان خاطر ما توصلش هي لرافائيل. فبتستخدم ميستي ذكائها وبتعمل نفسها بتكلم رئيستها في الشغل، وكأن رئيستها حاليا بتقول لها ان بيريز فاسد. وقتها بيتعصب بيريز وبيحاول يضرب ميستي، فبتتاكد ميستي انه خايف فعلا ومتورط مع ستوكس، فبتقبض عليه. بعدها بتروح عند رافائيل ولوك وكلير، فبتلاقي حاليا رافائيل بيموت وبيودعها في اخر لحظاته لانها كانت صديقته، وبيموت. وبتكون ميستي طبعا زعلانه جدا عليه. بعد اللي حصل ده بتروح ميستي تقبض على ستوكس، واخيرا نرتاح منه ومن شره، كمان بيتقبض على كل الفاسدين. اما ماريا قريبه ستوكس فكانت حاليا بتعمل لقاء على التلفزيون، والمذيعه حاليا بتحرجها لان عيلتها كلها مجرمين واخرهم ستوكس اللي اتقبض عليه. فتعصبت ماريا بسبب الكلام ده وطردت المذيعه من بيتها. على الناحيه الثانيه بنشوف رئيسه ميستي في الشغل بتتكلم معاها، وبتعرفها انهم ممكن ما يعملوش قضيه ضد ستوكس للاسف، لان ستوكس متورط مع كل ضباط المدينه تقريبا، ودي هتكون فضيحه كبيره للشرطه. فبتحبط ميستي ولسه ما نعرفش هيحصل ايه مع ستوكس بالظبط. بعد كام يوم من كل ده بنشوف لوك بيروح لكم واحد من رجاله ستوكس كانوا بيبيعوا سلاح، فطبعا بياخد السلاح كله منهم. وقتها واحد منهم بيتعصب وبيعرف لوك ان ستوكس هيخرج النهارده وبيسيبه وبيمشي. في اللحظه دي اتصدم لوك وعلى طول راح عند القسم، فليه ان فعلا ستوكس بيخرج من القسم عادي وبياخد براءه، وده بيكون غيظ لوك بشكل مش طبيعي. على الناحيه التانيه بتيجي لميستي شرطيه جديده اسمها بيرسيلا، وبنعرف ان بيرسيلا هتبقى رئيسه ميستي الجديده في الشغل. وحاليا بتعرف بيرسيلا ميستي انها شاكه في لوك انه بيشتغل شغل مش قانوني بسبب ان اسمه مرتبط بكل القضايا، وبالتالي تطلب بيرسيلا من ميستي ان هي تدور كويس ورا لوك. فبتوافق ميستي رغم انها عارفه ان لوك بريء. بعد فتره بنشوف ان ميستي بدات تدور فعلا ورا لوك، وحاليا كان معاها ضابط زميلها عرفها انه بحث كتير ورا لوك، واكتشف انه شبح ملوش اي معلومات على النت ولا في اي مكان. فبتستغرب ميستي وبتقرر تدور اكتر في الموضوع. على الناحيه الثانيه بنشوف ان ستوكس اول ما خرج من السجن جاله شيدز عرفه انه لازم يبطل بحث ورا لوك ويهتم بقى بشغله، لكن ستوكس بيرفض وبيزعق مع شيدز، فبيتضايق شيدز وبيسيب المكان وبيمشي. بعد كده بيروح شيدز عند ماريا وبيتكلم معاها، وبنشوف ان شيدز بيلعب على ماريا وبيحاول يقنعها انها تخلص من ستوكس وتمسك كل الشغل مكانه. فبتعرفوا ماريا انها هتشوف وترد عليه. على الجانب الاخر كان لوك قاعد مع كلير وبوبي بيفكروا يعملوا ايه عشان يخلصوا من ستوكس، والغريب ان بتيجي مكالمه دلوقتي من ستوكس وبيتكلم مع لوك وبيعرفه انه عاوز يقابله ويحلوا كل المشاكل اللي بينهم. فمش بيفهم لوك اي حاجه، لكنه طبعا في كل الاحوال بيوافق. وعلى ما لوك يروح يقابل ستوكس بنشوف ان ستوكس بيقعد كده يعزف على البيانو، واثناء ما كان بيعزف بيفتكر ذكريات الماضي. بنشوف ان ستوكس كان بيحب البيانو من صغره وبيحاول يتعلمه، بس المشكله الوحيده ان ستوكس وماريا قريبته كانوا عايشين مع واحده اسمها ماما ميبل، وبنعرف ان ماما ميبل دي قريبتهم وكبيره العيله وتبقى مجرمه، وكانت دايما عايزه ان ستوكس يشتغل معاها ويبعد خالص عن الفن والكلام ده كله. لكن عم بيت واللي كان قريب ستوكس كمان وزوج ماما بيل
كان دايما بيشجع ستوكس ان هو يبقى احسن في العزف ويتشير ويسيبه من كلام ماما بيل. في مره بقى بيروح ستوكس يقابل ماما بيل واللي بتساله دلوقتي عن بيت، فبيعرفها ان بيت كان قاعد كده مع واحد من عصابه تانية. في اللحظه دي عرفت ماما بيل ان بيت بيخونها وبيشتغل مع عصابه تانية، فبالتالي استنت ماما بيل لما رجع بيت للبيت وواجهته بكل اللي عرفته عنه واجبرت ستوكس ان هو يقتله. وكانت ماريا كمان بتشجع ستوكس عشان خاطر يقتله، ان المفروض ان ماريا بتقول ان بيت ده كان بيتحرش بيها، مع ان ده يعني ما كانش حقيقي. لكن في كل الاحوال ستوكس فعلا تغلب على خوفه وقتل بيت، وكانت دي اول مره يقتل في حياته. واكتر حاجه زعلت ستوكس انه قتل بيت، الشخص الوحيد اللي كان دايما بيشجعه وبيقف جنبه. وبس مع النقطه دي بتنتهي ذكريات ستوكس، وبنعرف انه من اللحظه دي بقى مجرم زي ما احنا عارفين. بنرجع دلوقتي للوقت الحاضر وبنشوف ان لوك بيجي يقابل ستوكس، فبيعرف ستوكس انه عرف حقيقته وانه كان ظابط وكان محبوس وحاليا هربان. وبيعرف ستوكس لوك انه هيحبسه بالمعلومات دي كلها او يشتغل معاه. لوك بيتوتر جدا في اللحظه دي وبيسيب ستوكس حاليا من غير ما يرد عليه خالص. بعد كده بيروح لوك للبيت وبيقرر يهرب خالص من المدينه، بس بتجيله كلير دلوقتي وبتعرفه انه ما ينفعش يهرب. بيسمع لوك كلامها وبيقرر ما يهربش، وبيقرر يلبس ستوكس قضيه كبيره جدا. بس عشان يعمل حاجه زي دي بيقرر دلوقتي يروح لمقر دومينجو ورجالته، واللي تبقى صاله رياضيه كده مش اكتر. وعلى طول بيضرب لوك كل رجاله دومينجو وبيثبت دومينجو نفسه وبيساله عن السلاح اللي ستوكس اداهوله، فبيخاف دومينجو وبيعرف لوك مكان السلاح. فبياخد لوك السلاح وبيروح يسلمه لميستي على امل ان ميستي يعني تعرف تحبس ستوكس بالكلام ده كله. بس تعرف ميستي مش محتاجه تعمل كده، لان بنشوف دلوقتي ان ستوكس كان في الكازينو وبيجي له شيدز، فبيعرفوا ستوكس انه عرف لوك انه يعرف حقيقته وعرفه انه هيحبسه لو ما اشتغلش معاه. في اللحظه دي بيتعصب شيدز وبيعرف ستوكس ان رئيسه في الشغل دايموند باك ما كانش عاوز يعمل حاجه زي دي نهائيا، وهو كان يتصرف مع لوك. فبيتعصب ستوكس وبيعرفوا ان دايموند باك رئيسه ده هو مش رئيس ستوكس اصلا، وبالتالي ملوش الحق يأمره باي حاجه. الكلام ده بيضايق شيدز وبدون كلام كتير بيمشي خالص من المكان. بعد شويه بتيجي ماريا للمكان وبتفتح بقى خناقه مع ستوكس، والموضوع بيتطور قوي لدرجه ان ماريا بتضرب ستوكس وبتزقه من المكتب بتاعه، فبيقع على الارض وبيفضل ينزف وهو خلاص بيفارق الحياه. في اللحظه دي بيوصل شيدز وبنعرف ان هو اصلا اللي سخن ماريا زي ما كنا عارفين، بحيث تقتل ستوكس ويخلص منه. وحاليا بقى بياخد شيدز ماريا وبيمشي وما نعرفش لسه هيعمل ايه. في الاثناء دي بنشوف لوك بيتمشى كده مع كلير، وفجاه بنشوف قناص في مكان قريب وبيقنص على لوك وهو بيضرب لوك طلقه، وبتكون الطلقه دي من نفس النوع اللي كان شيدز بيقول عليه على فكره، وبالتالي بتصيب لوك وبيقع سايح في الدنيا. على طول بتجيب كلير عربيه اسعاف وبتاخد لوك عشان تقدر تحاول تعالجه باقصى سرعه. بتكون كلير هتتجنن لان المفروض ان جلد لوك منيع ضد الرصاص، فازاي الرصاصه دي قدرت تخترق جسمه؟ لكن عموما كلير مش هتفضل تفكر كتير، لان نفس الشخص اللي ضرب لوك بالطلقه بيكون في عربيه كده وبيجري حاليا ورا عربيه الاسعاف اللي فيها لوك وكلير، وبيقدر يسيب العربيه بقذيفه فالعربيه بتتقلب. فبسرعه بيخرجوا لوك وكلير وبيستخبوا، وبيجي الشخص اللي ضرب لوك بالطلقه دي واللي بيكون واضح انه عارف لوك، ولوك يعرفه كويس جدا، انه بيتكلم دلوقتي مع لوك وبيطلب منه يبقى شجاع زي زمان ويجي يواجهه وش لوش. لكن لوك مش بيرد عليه، والشخص ده بيهرب من المكان قبل ما الشرطه تيجي لانها كانت جايه. فعلى طول بتمشي كلير ولوك من المكان وبيروحوا على العياده كده، وبتبدا بقى كلير تحاول تعالج لوك. ولما بتكشف كلير على لوك بتكتشف ان الطلقه دي اول ما دخلت جسمه اختفت وتحولت لشظايا بحيث تاذي كل جزء في جسمه، ولولا اصلا ان جسم لوك قوي وخارق حرفيا ما كانش يستحمل الطلقه دي ومات في لحظتها. في نفس الوقت ده بقى ولكن في مكان تاني بنشوف ان المحققه ميستي بتروح الكازينو بتاع ستوكس بحيث تعاين المكان، لان طبعا ستوكس اتقتل هناك. ولما بتخلص ميستي معاينه للمكان بتطلع تحقق مع ماريا، ورغم ان ماريا اصلا هي اللي قاتله ستوكس لكنها بتفضل تكذب، وبتعرف ميستي انها جت لقيت ستوكس ميت كده. لكنها بتقول لها برضه ان في واحده من اللي شغالين في المكان اسمها كانديس شافت ستوكس وهو بيتقتل. ورغم ان ميستي مش بتصدق ماريا قوي الا انها بتاخد كانديس دي للاسم وبتبدا تحقق معاها. فبتقول كانديس ان القاتل هو لوك كيج، وطبعا كانديس بتقول كده لان شيدز وماريا امروها تعمل كده. عموما لما بتخلص ميستي التحقيق مع كانديس ما بتكونش مقتنعه قوي بالكلام بتاعها، وعارفه ان حد هو اللي طلب منها اكيد تعمل كل الكلام ده. بتروح بقى لعند ماريا بحيث تستجوبها، لكن ماريا بترفض الاستجواب، واللي بيساعدها حاليا بكده مديره ميستي الجديده برسيلا. ليه؟ انها تبقى صاحبتها، فبكل بساطه بتمشيها من الاسم. لكن ميستي بتفضل برضه شاكه جدا جدا في ماريا، بس شك ميستي مش بيفرق مع برسيلا، وبتؤمر برسيلا ميستي ان هي تدور دلوقتي على لوك وتحقق معاه وتنسى ماريا خالص. فبتوافق ميستي وبتتصل بلوك، فبترد عليها كلير. واثناء ما كانت ميستي بتتكلم مع كلير بيقدر واحد من رجاله ميستي يحدد المكان، وبتعرف ميستي ان لوك وكلير حاليا في المستشفى. على طول بتروح ميستي المستشفى وبتشوف لوك، وبتشوف ان لوك مصاب، وبتعرف انه كده كده كان عنده حجه غياب، لكنها بتقرر برضه ان هي تاخده معاها الاسم تستجوبه هناك. لكن قبل ما تعمل كده بيوصل القاتل المجنون المكان وبيفضل يضرب نار، والقاتل ده بيقدر يدخل المستشفى، فبيفضل بقى لوك يتعارك معاه، وبيكون لوك قوي جدا رغم اصابته، فالقاتل ده مش بيقدر عليه. فبالتالي بيثبت القاتل ميستي وبيعرف لوك انه لو قرب له هيقتلها.
وبياخد ميستي بره المستشفى تحت تهديد السلاح، بعدين بيضربها فبتقع مغمى عليها. بعد شويه بيوصل لوك وكلير عند ميستي المغمى عليها، فبيسيب لوك كلير معاها عشان خاطر تعالجها. اما هو بقى فبيدخل ورا القاتل ده لمسرح كده دخلوا يستخبى فيه، وهناك بيبدا لوك والقاتل ده يتكلموا سوا. وبنعرف دلوقتي ان القاتل ده اسمه الحقيقي وهو واليس، لكن اسم الشهرة دايموند باك، وايوه زي ما جه في بالك ده مدير شيلدز في الشغل. وبنعرف من كلامهم برضو ان دايموند باك ولوك كانوا شبه اخوات حرفيا، لكن دايموند باك شايف ان لوك اتخلى عنه وسابه في السجن وهرب لوحده، وعشان كده صنع الطلق ده كله بحيث يقدر يقتل لوك في يوم من الايام. المهم بعد ما لوك ودايموند باك اتعاتبوا دلوقتي بيرجعوا يتعاركوا من تاني، وبيفضل دايموند باك يحاول يضرب لوك طلقه من الطلق اللي معاه، لكنه بيفشل وبيفضل لوك يضربه وبيكسره خالص. بيخرج لوك بعد كده من المكان ده وهو تعبان بسبب اصاباته الكتير. وقتها بيجي له دايموند باك تاني وبيعرفوا انه هيضربه طلقه مميته تانيه، والطلقه دي بقى هتخلص عليه. فبيعرفوا لوك انه مش مضطر يعمل كده وانه كان بيحبه زي اخوه بجد. فبيقول له دايموند باك حاجه غريبه قوي، لانه بيقول للوك لا احنا مش زي اخوات، احنا فعلا اخوات. وبيضربه طلقه وبيسيبه وبيمشي، وبيوعى لوك بقى وهو سايح في دمه وما نعرفش لسه يحصل له ايه وايه الكلام ده. على الناحيه التانيه بقى بنشوف ان شيدز بيروح الكازينو بتاع ستوكس، وبيستقبل هناك حاليا كل رجاله ستوكس، وبيعرفهم انه من النهارده هيدير الكازينو لصالح ماريا وكلهم هيشتغلوا تحت ايده. بعد شويه بقى كان شيدز في عربيه ماريا، وكانت ماريا حاليا بتتكلم مع كانديس وبتحذرها تغير كلامها بخصوص لوك ولا هتخلص عليها. بعد كده بتسمح لها خلاص ان هي تمشي. بتتكلم ماريا بعد كده مع شيدز وبتعرفوا لو كانديس دي نطقت باي كلمه او فكرت تغير كلمه بخصوص اتهام لوك كيج لازم يخلصوا عليها هي وعيلتها. وبيبان كده ان ماريا حرفيا بتتجنن اكتر واكتر مع الوقت. اما بقى ميستي فبنشوف انها في الاسم وبقت كويسه وبتكون بتحقق دلوقتي مع كلير، فبتعرفها كلير ان ملوش لزوم تحقق معاها لا هي ولا لوك، لانهم بكل بساطه ما كانوش موجودين وقت موت ستوكس، والافضل دلوقتي ان هي تدور على القاتل الحقيقي. كل الكلام ده بقى بيعصب ميستي لدرجه انها بتفقد اعصابها وبتخنق كلير، لكن بتيجي برسيلا وبتبعدها عنها وبتمشي كلير. وبيبان كده ان ميستي حالتها بقت صعبه جدا بسبب كل الضغط اللي موجود عليها حاليا. وبالتالي بيجي دلوقتي دكتور نفسي تبع الوزاره وبيقعد بقى مع ميستي وبيفضل يعالجها كتير جدا ويتناقش معاها في حاجات كتير. ومن كلام ميستي الكتير مع الدكتور بنعرف ان ام ميستي زمان اتقتلت وهي لسه طفله، وده عمل مشكله كبيره لميستي، وعشان كده اصلا بقت شرطيه بحيث تحارب الجريمه وما تحصلش حاجه زي كده لحد تاني. المهم ان الدكتور ده بيخلص جلسته مع ميستي وبتجيلها برسيلا وبتعرف برسيلا ميستي انها المفروض كانت تفصلها من الشغل بعد اللي عملته مع كلير، لكنها مش تعمل كده، واهم حاجه دلوقتي توصل للوك. بتوافق ميستي وبتقرر تدور على لوك. بمناسبه لوك بقى فبنشوف ان لوك بعد ما ضربه دايموند باك طلقه كان مستخبي في عربيه زباله، وحاليا بقى بينزل من العربيه وبيكون برضه مصاب بشكل مش طبيعي، لكنه بيتحمل على نفسه وبيروح لمغسله. بياخد من هناك لبس من المغسله دي، بعد كده بيمشي، واثناء ما هو ماشي في 2 ضباط بيطلعوا على لوك وبيكونوا عاوزين يقبضوا عليه، فبسرعه بيشتبك لوك معاهم وبيضربهم بكل قوه رغم اصابته. وعلى فكره كاميرات عربيه الشرطه بتصور كل اللي عمله لوك عشان حرفيا من اللحظه دي يتحول لوك لمجرم في نظر كل الناس. المهم لوك بعدها هرب من المكان ده وراح لكلير المطعم بتاع امها، وعرف كلير انه مصاب وبيموت، وانهم لازم دلوقتي يروحوا لدكتور البرت لانه الوحيد اللي هيقدر يعالجه. ولو مش فاكر مين دكتور البرت ده يا صديقي، فده الدكتور اللي عمل تجارب على لوك في السجن واللي ادت له قوه خارقه واتعرفنا عليه من شويه. في كل الاحوال بتروح كلير مع لوك لعند الدكتور البرت وبيعرفوا انهم عاوزينه يعالج لوك، لان المفروض يعني ان هو اللي محوله والوحيد اللي هيقدر يعالجه. فيوافق البرت وبياخدهم لقبه بيته واللي مليان اجهزه طبيه ولا كأنه مستشفى. عامة بيبداوا بقى البرت وكلير ان هم يعالجوا لوك، لكنهم بيفشلوا، وبيشوف البرت في الوقت ده انه لازم ينزل لوك في حمض حارق جدا بحيث ده يضعف من قوه جلده، وبالتالي هيقدروا يخترقوا جلده ويشيلوا منه الرصاص. ورغم ان الفكره دي مش بتقنع كلير قوي، لكنها بتقرر تنفذها لان مفيش حل. وبالفعل بينزلوا لوك في حوض كده مليان حمض حارق، وبيفضل لوك يتعذب حرفيا، ومره واحده قلبه بيقف وبيموت وسط صدمه من الكل. فهل بقى لوك مات فعلا؟ لسه ما نعرفش ولا كان نعرف قدام. اما دلوقتي فبنرجع تاني لدايموند باك واللي بيحضر اجتماع دلوقتي مع شيدز ورجاله ستوكس، وبيعرف دايموند باك رجاله ستوكس انهم من النهارده شغالين تحت ايده ومش تحت ايد ستوكس. في اللحظه دي واحد فيهم بيفكر يعترض، فدايموند باك بكل بساطه بيديله طلقه بتصيبه وبيتعلمه الادب. بعدها اتكلم دايموند باك مع شيدز وعرفه انه كان بيحب ستوكس وبيحترمه وما كانش عاوز يموت، ولان هو يعتبر السبب في موته فهيموت هو كمان. وقتها بقى بيلحق شيدز نفسه وبيعرف دايموند باك ان ماريا قريبه ستوكس هتفيدهم اكتر بكتير من ستوكس، وبيعرفوا انه هيثبت له الكلام ده كويس جدا بس يديله فرصه. بيوافق دايموند باك على كلامه وبيسيبه وبيمشي. بعد شويه من كل ده بنشوف ان شيدز بيروح لماريا وبيعرفها دلوقتي انها لازم تثبت لدايموند باك انها يعتمد عليها، وعشان تعمل كده لازم تجمع كل رجاله العصابات في المدينه وتسيطر عليهم زي ما كان ستوكس بيعمل بالظبط، وبكده دايموند باك هيثق فيها. بتوافق ماريا وبتروح لدومينجو وبتطلب منه يجمع كل كبار العصابات في المدينه لانها عاوز تجتمع معاهم.
يوافق دومينجو، وفعلا في نفس اليوم بالليل بيجمع كل كبار العصابات، وبتيجي ماريا دلوقتي عشان تتفق معاهم زي ما كان ستوكس بيعمل. لكن قبل ما تعمل كده بيوصل دايموند باك للمكان وبيقتل كل رجاله العصابات ما عدا دومينجو، بحيث يعني يسيطر على كل شغلهم. والعلم هو ما قتلش دومينجو لان يعني في بينهم شويه شغل مش اكتر. المهم ان دايموند باك بعدها كان هيقتل ماريا، لكن ماريا عرفت دايموند باك انها هتفيده، وعرفته ان لوك كيج حاليا وبعد اللي عمله دلوقتي في ضباط الشرطه بقى عدو المدينه الاول، والضباط كلهم عاوزين يقبضوا عليه باي طريقه، لكنهم بيفشلوا بسبب ان لوك اصلا مضاد للرصاص. لكن دايموند باك معاه رصاص يقدر يسيب بيه لوك، وبالتالي بتعرض دلوقتي ماريا على دايموند باك انه بفضل منصبها حاليا ومكانتها في الدوله والمجتمع تقدر تتواصل مع الشرطه وتقنعهم يشتروا الرصاص او الطلق ده من دايموند باك. وطبعا بما انه الطلق الوحيد اللي يسيب لوك وبيأذيه، بكده الشرطه هيضمن ان هم يتخلصوا من لوك، وفي نفس الوقت برضه يبيعوا للشرطه ويكسبوا فلوس كتير جدا جدا ويبقوا حبايب الشرطه. وقتها بيعجب دايموند باك بماريا وطريقه تفكيرها الجامده جدا دي، فبيقرر ما يقتلهاش، وبيعرف ان من اللحظه دي شغلهم مع بعض ابتدى، وبيودعها وبيمشي. على الجانب الاخر بنشوف ان كلير ودكتور البرت بيفضلوا يحاولوا ينعشوا لوك لحد ما بينجحوا فعلا وبيكملوا من تاني علاجه، واخيرا بينجحوا انهم يطلعوا الطلقه من جسمه وبيكون لوك بخير. لوك بقى يا صديقي لما بقى بخير بدأ بقى دكتور البرت يتكلم معاه. دكتور البرت كان عاوز يخلي لوك عايش عنده ويعمل عليه تجارب، لانه واثق انه هيقدر في مره من المرات مع دراسات كتير يصنع علاج لامراض كتير جدا ملهاش علاج زي الايدز والسرطان وغيره، بسبب طبعا لوك. بس لوك مش بيرضى ان هو يكون فار تجارب، ويستغلوا لوك وكلير ان دكتور البرت مش موجود حاليا في المكان، وبيشوف لوك فلاشه كده، المفروض ان الفلاشه دي كانت بتاعه ريفا مرات لوك اللي ماتت. المهم ان لوك بيشوف الفلاشه دي بقى وبيلاقي عليها تسجيلات لريفا، وبيعرف لوك من التسجيلات دي ان ريفا كانت بتكذب عليه وانها كانت شغاله مع اداره السجن اللي هو كان محبوس فيها. وبيعرف لوك دلوقتي وكلير كمان ان السجن ده اصلا كان معمول عشان يستقطبوا فيه المساجين الاقوياء زي لوك، ويحاولوا يعملوا عليهم تجارب يمكن يخلوهم ابطال خارقين. والتجارب دي فشلت مع مساجين كتير وماتوا، لكن لوك عاش، وبالتالي خلوا ريفا تبقى مع لوك على طول وتحبه. طبعا لما بيشوف لوك كل ده بيتصدم، انه ما كانش يعرف حاجه خالص عن الكلام ده كله، وكان فاكر ان ريفا بتحبه مش بتتآمر عليه عشان تعمل عليه تجارب. وفوق كل ده بقى بيجي دكتور البرت دلوقتي وبيعرف لوك ان ريفا كانت مصره تدخله التجربه بحيث يتحول لبطل خارق، وما كانتش عاوزه تنقذه من الموت اصلا زي ما فهمته. الكلام ده كله بقى بيعصب لوك، فبدون تفاهم بيدمر كل اجهزه دكتور البرت، وبيعرف دكتور البرت انه خلاص مش هيعمل تجاربه المريضه دي تاني على اي حد، ولو فكر ان هو يعمل تجربه كده ولا كده على حد هيخلص عليه. وبس بيسيب لوك البرت وبياخد كلير وبيمشوا. بعد كده بيروحوا لوك وكلير عند السجن اللي كان فيه لوك، وبيفضل لوك يفتكر كل ذكرياته مع ريفا وفي السجن وكده يعني. وبيتكلم لوك مع كلير وبيعرفها انه عاوز يهرب من كل حاجه ويعيش حياه هاديه، بس كلير بيكون ليها راي تاني وبتشجعه يرجع مدينته عشان يوقف دايموند باك المجنون. فبيوافق لوك وبيعرف كلير انه عاوز يروح مشوار قبل ما يرجعوا المدينه. بيوافق كلير وبتروح معاه. وقتها بياخدها لوك لكنيسه مهجوره كده، المفترض ان الكنيسه دي اتربى فيها لوك وكمان دايموند باك، لان الكنيسه اصلا كانت بتاعه جد لوك وبعدها بقت بتاعه ابو لوك. وبس بيبدا بقى لوك يفتكر ذكرياته وهو طفل، ومن ذكرياته دي بيفتكر امه وهي في مره بتتكلم مع جيمس ابو لوك، وبتعرفوا انه لازم ياخد باله من ابنه لان جيمس كان مهمل جدا للوك ومش بيهتم بيه خالص. وبيفتكر لوك كمان دلوقتي ذكريات تانية، وبتظهر في الذكريات دي بنت كده اسمها سترايك، وبنعرف ان سترايك دي كانت مساعده جيمس وكمان كانت ام دايموند باك. لكن من ذكريات لوك برضه بيفتكر ان امه في مره كانت بتتكلم مع سترايك وبتعرفها انها بتديها فلوس عشان تربي ابنها بعيد عن جيمس وما تفضحش جيمس، ولكن لازم تبعد عنه خالص وما تقربش ليه والا مش هتديها هي وابنها دايموند باك اي فلوس. وبس بننتهي الذكريات عند كده، واللي بيفهم منها لوك ان سترايك كانت بشكل ما متجوزه والده، وطبعا المفروض يعني انها خلفت منه دايموند باك، لكنهم خبوا الموضوع ده عن كل الناس عشان جيمس اللي كان قصه ساعتها ما تفضحش، وده معناه ان دايموند باك فعلا يبقى اخو لوك زي ما قال له. لوك بمجرد ما ادرك كل ده بيصر اكتر انه يرجع لمدينته بحيث ينقذها من دايموند باك لانه اخوه ولازم هو اللي يوقفه بنفسه. فعلا بياخد كلير وبيتجهوا ناحيه المدينه. فعلى ما يوصلوا بقى بنروح لدايموند باك، واللي بنشوف انه بيقرر يعمل حاجه مجنونه كده عشان يخلي الناس يشوفوا لوك كيج كشخص مجرم. فبيعمل ايه بقى؟ بيلبس يا صديقي زي لوك بالظبط، وبيراعي ان وشه ما يكونش ظاهر ابدا، وبيروح لظابط كده ماشي في حاله وبيضرب الظابط ده بقوه، فبيوقع الظابط ميت، وبيفضل دايموند باك يصرخ وهو بيقول انا لوك كيج وقتلت الظابط، وبيهرب من المكان بسرعه. بعد اللي عمله دايموند باك ده حرفيا الاسم بيتقلب، وبيقرروا كل الظباط يدوروا على لوك كيج ويجيبوه لو ايه حصل. بالتالي بينتشروا في الشوارع كلها وبيقبضوا على اي حد اسمر اللون لانه ممكن يكون ليه علاقه بلوك، ومن ضمن الناس اللي بيتقبض عليهم دول بيكون الطفل لوني ابن المحاميه باتي لو تفتكرها. وحظ لوني للاسف انه بيقع مع ظابط مجنون شويتين ثلاثه، فالظابط ده بيضربه بكل عنف بحيث يعرف منه فين لوك. وفي المجمل يعني بعد شويه بيجوا بقى الظباط ومنهم ميستي وبيوقفوا اللي بيحصل ده وبيمشوا لوني.
بس المشكله ان الموضوع ما وقفش عند كده، ان بات بتوصل بعد شويه للمكان ومعاها ماريا، وبتعرف ماريا ميستي دلوقتي وبرسيلا انها هتفضحهم وهتسوق سمعه الشرطه كلها لانهم يستحقوا. وفعلا بتعمل ماريا اللي قالت عليه وبتطلع في مؤتمر وبتقول ان الشرطه عذبوا طفل حرفيا عشان يعترف على مكان مجرم خارق الشرطه فشلوا يوصلوا له، وطبعا بيكون قصدها على لوك كيج. وبتطلب ماريا حاليا من كل السود اللي في المدينه ان هم يجوا في الكازينو بتاعها النهارده لانها عاوزه تعرفهم حاجه كده. وبس بتنهي المؤتمر. ويا عم صديقي اللي بتعمله ماريا ده ليه هدف خبيث اكتر من كده بكتير، هنعرفه قدام. لكن الاول دلوقتي بنروح لميستي. ميستي بتكون عكس كل الناس ومش مصدقه ان لوك مجرم يا صديقي، وبالتالي بتبدا دلوقتي تحاول تدور ورا دايموند باك اكتر واكتر لانه سبق وهاجمها في المستشفى لو تفتكر وكان هيقتلها. المهم ان ميستي مع البحث الكتير بتقدر تعرف هوية دايموند باك الحقيقيه، وبتعرف كمان ان هو ولوك اتربوا سوا اكنهم اخوات، ولكن بعد فتره الاتنين اتحبسوا وكان السبب في سجنهم في الاساس يعني دايموند باك، لكن رغم كده بيرمي اللوم كله على لوك في حبسه زي ما شفنا من شويه. المهم ان ميستي بعد ما عرفت المعلومات دي كلها بتكون عاوز توصل لدايموند باك، فبتاخد بعضها وبتروح لدومينجو وبتسال دومينجو عن دايموند باك وتوصل له ازاي. فبيعرفها دومينجو ان دايموند باك بقى مدير الكازينو بتاع ماريا وستوكس، ولو عاوز توصل له لازم تروح للكازينو. فبتقرر ميستي فعلا تعمل كده، وفي نفس اليوم بالليل بتروح ميستي المؤتمر اللي عاملاه ماريا في الكازينو، وكمان بيجي للكازينو لوك وكلير لان لوك بيكون عاوز يراقب دايموند باك ويشوف هيخلص عليه ازاي. المهم قبل ما اي حاجه تحصل بتكلم ماريا وبتفضل ماريا تسوق سمعه لوك وتقول انه مجرم وما الى ذلك. بعد كده بتتكلم في المهم وبتعرف كل الناس انها عندها حل دلوقتي عشان تقضي على لوك، والحل ده بيتمثل في اسلحه بتقتل الابطال الخارقين، وبتطلب بقى من كل الناس ان هم يضغطوا على الشرطه عشان يشتروا الاسلحه دي منها. وايوه يا صديقي ده هدف ماريا اصلا من كل ده، انها تبيع الاسلحه للشرطه. عامة بعد شويه بيظهر دايموند باك وبتشوف ميستي بتطلع عشان تقبض عليه، وفي اللحظه دي بيشوفها لوك فبيطلع وراها برضه بحيث يحميها. الفكره بقى ان اول ما بتوصل ميستي لدايموند باك بيفتح عليها النار بدون تفكير اصلا هو ورجالته، وبتتصاب ميستي، لكن بيجي لوك وبيمسكها بحيث يحميها وبياخد هو كل ضرب مكانها، وبيفضل دايموند باك يضرب عليه هو وكل رجالته. والمشكله بقى ان الصحفيين بيكونوا بيصوروا كل ده، وطبعا كل الناس بيفكروا ان لوك مجرم فجاي دلوقتي يهجم على المكان، وده بيزود المشكله اكتر واكتر وبيشهر لوك اكتر واكتر كمجرم. المهم ان لوك عشان يهرب من الضرب ده كله بياخد ميستي وبيدخل يستخبى في المطبخ. لما دايموند باك فبيجمع رجالته وبيأمرهم ياخدوا كل اللي في المكان رهاين، لان بيكون عنده خطه دلوقتي كده يورط بيها لوك كيج في كل ده. وفعلا رجاله دايموند باك بياخدوا كل الموجودين كرهاين، بما فيهم كلير وكانديس لو تفتكرها، وكمان سياسي كده اسمه بون خليك فاكره شويه. وفعلا بعد ما جمع دايموند باك كل الرهاين بيجيب قاذف الصواريخ وبيضرب صاروخ حرفيا على المطبخ اللي فيه لوك وميستي، لكن لوك وميستي بينزلوا يستخبوا في قبو تحت الارض، وقدام الكازينو طبعا بيتجمعوا الشرطه بقياده برسيلا وكمان الصحفيين. وهنا بقى بتيجي وقت خطه دايموند باك، انه بيخلي السياسي اللي اسمه بون ده يتواصل مع الشرطه ويعرفهم ان هو وكل موجودين مخطوفين من طرف لوك كيج. وطبعا بيكون دايموند باك مثبت بوم بالسلاح عشان يكذب ويقول كل الكلام ده. اما كلير فكانت قاعده مع الرهاين واللي منهم كانديس زي ما قلت لك، وبتكون كانديس رجلها مكسوره فبتحاول كلير تعالجها، وبتتكلم كلير مع كانديس وبتعرف كانديس ان كلير صديقه لوك، فبتعرفها كانديس انها قبل كده افترت على لوك وقالت انه قتل ستوكس، ومن وقتها الكل فاكرينه ارهابي. فتعدي كلير الموضوع وبتسال كانديس هو لوك ممكن يكون مستخبي فين بالظبط في الكازينو. بتعرفها كانديس ان قبو الكازينو سري ومحدش يعرف مكانه، لكن لوك عارفه لانه اصلا كان موظف فيه واكيد مستخبي فيه دلوقتي. بتفرح كلير وبتطلب من كانديس تعمل نفسها مغمى عليها، فبتعمل كانديس كده وبتستغل كلير الفرصه وبتطلب من واحد من رجاله دايموند باك انها تروح تجيب شنطه الاسعافات من القبو. فالراجل ده بيوافق ويقعد معاها واحد كده عشان خاطر تجيب العلاج بامان. فبتمشي كلير معاه، واول ما بتدخل القبو بتضرب كلير الراجل ده وبتوقعه. بعد كده بتفضل تدور على القبو السري لحد ما بتقدر تلاقيه، وبتلاقي لوك وميستي فبتحاول تعالج ميستي. بره الكازينو بقى يا صديقي بيوصل للمكان المدعي العام مستر تاور، واللي سبق وشفناه على فكره في مسلسل دير ديفل، ويعني حتى لو ما شفتوش فانت مهم يعني تعرف انه مدعي العام. المهم ان تاور قابل برسيلا دلوقتي وعرفها ان ماريا قعدت مع الوزير واقنعته يستخدموا اسلحه جديده هي بتبيعها عشان تقضي على لوك. وبيطلب تاور من برسيلا انها ما توافقش خالص على استخدام الاسلحه دي لانها خطيره جدا وهتعمل مصايب مش طبيعيه. فبتعرف برسيلا دلوقتي تاور انها هتفكر وترد عليه. اما دايموند باك بقى فبيقعد مع شيلدز وبيجي لهم دلوقتي رجالتهم وبيعرفوهم ان كلير اختفت. وبيعرف دايموند باك ان كلير قبل ما تختفي وتهرب منهم كانت قاعده مع كانديس، واكيد كانديس قالت حاجه كده ولا كده او انها شهدت زور على لوك. وده بقى بيجنن دايموند باك لان كلير لو وصلت الكلام ده لميستي فميستي هتعرف الكل ان كانديس كانت بتكذب وان لوك بريء، وبالتالي بيقرر دايموند باك انه لازم يلاقي ميستي وكلير ويقتلهم هما الاثنين. وعشان يعمل دايموند باك كده بيروح دلوقتي مكتبه وبيتواصل مع لوك من خلال المايكات، وبيعرفوا انه لو ما سلمش كلير وميستي هيقتل كل 10 دقايق ضحيه، واولهم السياسي بون. وبيسمع له كل الكلام ده وبيقرر خلاص انه لازم يروح يواجه دايموند باك بنفسه. بس لما كان دايموند باك مستني لوك بيتكلم بقى مع السياسي بون وبيحكي له عن نفسه هو ولوك. وبنعرف ان زمان لوك ودايموند باك
سرقوا سوا عربيه كده واتقبض عليهم، ولان لوك ابن القس بشكل رسمي وقدام الناس كلها، القس جيمس قدر يطلعه براءه، اما دايموند باك فاتحبس. وفي السجن قتل دايموند باك شخص حاول يعتدي عليه، وعشان كده خد حكم كبير جدا جدا. وبالتالي بسبب كل ده خلى جواه كره كبير ناحيه لوك، وبقى شايف ان لوك واخد كمان حقه. وعشان كده لما خرج من السجن على طول لبس جريمه لوك، ودي الجريمه اللي اتحبس بيها لوك، وطبعا اتعملت عليه بعد كده التجارب وما الى ذلك وكل اللي شفنا من شويه. بيخلص دلوقتي دايموند باك القصه كلها البون، وبيعرفوا انه هيقتله. بعدها بيلبس دايموند باك جوانتي كده بيديله قوه كبيره زي قوه لوك بالظبط، وبيضرب بون فبيوقع بون ميت. طبعا بيكون دايموند باك يستخدم الجوانتي ده عشان كل الناس تفتكر لوك هو اللي قتله. بعد ما مات بون بيرموا رجاله دايموند باك بره الكازينو، فبيشوفوا الشرطه وبيفتكروا ان لوك برضه قتله. قرر برسيلا بقى ان هي تستخدم اسلحه ماريا. اما لوك بنشوف انه لما ساب كلير وميستي فضل يلف في المكان ويضرب في رجاله دايموند باك، واخيرا بيوصل دايموند باك اللي كان واقف دلوقتي في مكان عالي وماسك كانديس، وهو بيرمي كانديس قدام لوك. بسرعه بيجري لوك عليها وبيلحقها وبينقذ حياتها، ويستغل دايموند باك كل الفوضى دي وبيهرب من المكان. وسط كل ده بتوصل الشرطه وبتقبض على لوك. اما ميستي وكلير فبيجي لهم دلوقتي شيدز وبيحاول يقتلهم، لكنهم بيتعاركوا معاه وبيقدروا يهزموه وبيتقبض عليه هو كمان. وطبعا بيتقبض على معظم رجاله دايموند باك انهم ما لحقوش يهربوا، وبكده قدام الناس كلها لوك هو المجرم واللي كان خاطف الرهاين دي في الكازينو. في المجمل بياخدوا لوك دلوقتي في عربيه الترحيلات بحيث يودوه السجن، لكن لوك في السكه بسرعه بيفك نفسه وبيقدر يفتح العربيه وينط منها وبيبدا يهرب من الشرطه. بيفضلوا بقى الشرطه يطاردوه في كل مكان، وواحد من الضباط بيقدر يوصل له وبيثبته، لكن الضابط ده بيكون عارف لوك اصلا لانه كان زبون قديم في محل بوب. وحاليا الضابط ده بيشجع لوك انه يروح يقبض على دايموند باك ويقدمه للعداله، ومش بيرضى خالص ان هو يقبض على لوك. بيشكر لوك وبيسيبه وبيمشي عشان يروح يدور على دايموند باك. على ذكر دايموند باك بنشوفه حاليا هربان مع رجالته في مستودع كده، وبيستدعي حد احنا عارفينه كويس الا وهو تيرك. وبيتكلم دايموند باك مع تيرك وبيعرفوا ان عنده اسلحه كتير جدا جدا، وبيطلب منه يوصله بتجار يبيع لهم الاسلحه دي، فبيوافق تيرك. بعدها اتكلم دايموند باك مع واحد من رجالته، خلينا نقول مساعده، وعرفه انه لازم يتصرف ويخرج شيدز من السجن، بعد كده يقتل شيدز. طب ليه دايموند باك عاوز يقتل شيدز اصلا؟ ان دايموند باك مش بيثق في شيدز نهائيا من وقت ما تعاون مع ماريا وقتل ستوكس مع بعض. بعد شويه من كل ده بنشوف ان في محاميه بتوصل عند شيدز في الاسم وبتقدر تخرجه بكل شياكه بكفاله. بعد كده مساعد دايموند باك ومعاه 2 كمان بياخدوا شيدز العماره كده على اساس يعني انه هيقابل دايموند باك، وبيركبوا كلهم الاسانسير سوا وبدون مقدمات وبسرعه. مساعد دايموند باك بيحاول يخنق شيدز بحيث يقتله، لكن شيدز بيقدر ياخد مسدس من واحد من الموجودين وبيضرب نار على الكل وبيقتله. بيقدر يثبت مساعد دايموند باك وبيساله مين اللي امرك تقتلني، فبيعرفوا انه دايموند باك، وبما ان شيدز عارف اللي هو عاوزه بيقتل الراجل ده وبيمشي. على الجانب الاخر بنشوف ان كانديس بتقابل ميستي وبتعترف لميستي بالحقيقه، وان ماريا هي اللي قتلت ستوكس مش لوك زي ما شاهدت قبل كده. فبتفرح ميستي لان اخيرا معاها ادله ضد ماريا وتقدر تقبض عليها. بمناسبه ماريا فبنشوف ان شيدز بيجي لها وبيتفقوا سوا انهم هيتعاونوا مع لوك بشكل ما ويدعموه بحيث يعني ينهي على دايموند باك. لوك في الوقت ده على فكره بيقابل تيرك وبيسال تيرك عن مكان دايموند باك، لكن تيرك بينكر انه يعرف مكانه اصلا. بيضربوا لوك علقه محترمه وبيجبروا يقول على مكان دايموند باك، فبيعرفوا تيرك انه موجود في مستودع كده وبيعرفوا العنوان. على طول مش بيضيع لوك وقت وبيروح المستودع ده بحيث يواجه دايموند باك، لكنه مش بيلاقي دايموند باك اصلا، بل بيلاقي عصابه دومينجو لو تفتكرهم كلهم ميتين بطريقه بشعه جدا. بيلاقي دومينجو نفسه واقع على الارض وسايح في دمه وخلاص بيموت. وفي كل ده فبيكون في قنبله في المكان، بسرعه بياخد لوك دومينجو وبيخرجوا بره المستودع وبوم بينفجر المكان. بعد كده اتكلم لوك مع دومينجو وساله ايه اللي عمل فيك كده وفي عصابتك، فعرفوا دومينجو انهم كانوا جايين يواجهوا دايموند باك ويخلصوا عليه بحيث يعني ياخدوا منه السلاح بتاعه ويبيعوه لنفسهم. لكن دايموند باك فاجئهم وكان لابس بدله خارقه مخليه قوي بشكل مش طبيعي، وواجههم كلهم وخلص عليهم واحد واحد. طبعا بيتصدم لوك ومبيكونش عارف يعمل ايه وايه البدله دي. اما دومينجو بقى بيخلص كلامه وبيموت. بعدها بيروح لوك وبيقابل ميستي وبيعرف ميستي مكان تيرك بحيث يعني تروح تقبض عليه وتخليه يعترف بقى بتجاره دايموند باك للسلاح وما الى ذلك. وبيسيبها لوك وبيروح محل الحلاقه بتاع بوب، وهناك بيجيله شيدز ومعاه ماريا، فبيكون لوك هيهاجمهم لكنهم بيهدوه وبيتكلموا معاه وبيعرفوا انهم جايين يعملوا معاه اتفاق. الاتفاق ده انهم هيدوا له ادله تثبت ان دايموند باك هو اللي قتل ستوكس وظابط الشرطه، وكمان ادله تثبت ان دايموند باك زمان هو سبب حبس لوك زور، وبكده هيتحبس دايموند باك للابد وهم يقدروا يعيشوا حياتهم والكل يطلع كسبان. فبيوافق لوك فعلا، وقبل ما يعمل اي حاجه هوب بتوصل ميستي واللي كان بيتبع لوك دلوقتي وجت هنا. ليان بقى بتكون عايزه تقبض على ماريا بتهمه قتل ستوكس، لان ميستي عرفت من كانديس زي ما شفنا قبل كده ان ماريا هي اللي قتلت ستوكس. بس قبل ما ميستي تقبض على اي حد بيوصل لمكان اخر حد ممكن اتوقعه الا وهو دايموند باك، واللي بيكون لابس بدله خارقه جديده شكلها غريب. ولما بيحاول شيدز وميستي ان هم يضربوا عليه نار ولا بيتاثر خالص، فبيخافوا منه وبيهربوا. بيفضل بس لوك موجود هنا وبدون مقدمات بيبداوا هو ودايموند باك يهاجموا بعض.
بيفضلوا الاتنين يضربوا في بعض بكل قوه، وبيكون دايموند باك قوي جدا بالبدله الجديده اللي معاه دي، لدرجه انه بيقدر يرمي لوك بره محل بوب وبيخرج له يكمل عليه. وبيكونوا كل اهل المدينه تقريبا موجودين وبيتفرجوا على اللي بيحصل ده، وبيشجعوا بطلهم المحبوب لوك كيج. وبسبب كده بيمتلك لوك قوه رهيبه، وبيفضل يضرب في دايموند باك، واخيرا بيقدر يهزمه. والشرطه بتيجي دلوقتي وبتقبض عليه، وكمان بيقبضوا على ماريا على فكره بتهمه قتل ستوكس. اما لوك نفسه فبيتقبض عليه هو كمان عشان يعني يخلصوا الاجراءات بتاعته. في الاسم بقى بنشوف ان بيرسيلا بتفضل تحقق مع ماريا بحيث تثبت عليها تهمه قتل ستوكس، لكن ماريا بتفضل طبعا تراوغ ومش بتقول الحقيقه، وده بيعصب ميستي، فبتدخل لماريا وبتبدا تحقق معاها، وكمان بتسمع ميستي لماريا تسجيل باعتراف كانديس ان ماريا هي اللي ورا قتل ستوكس. بس ماريا مش بيفرق معاها الكلام ده خالص وبتفضل تنكر. بس لحظه واحده، هي ليه ماريا بتفضل تنكر وعماله تماطل كده؟ اهو ده بقى بنعرفه لو رحنا دلوقتي لكانديس، واللي بتكون في الشارع حاليا، ومن العدم كده بيجي لها شيدز وبيقتلها. بعد وقت مش طويل بيجي ظابط صديق ميستي وبياخدها مع التحقيق وبيعرفها ان كانديس ماتت. وقتها بتصدم ميستي وبتزعل جدا لانها بتحس انها السبب في موتها. وطبعا بتعرف ميستي ان اكيد 100% ماريا وشيدز ورا موضوع قتل كانديس ده، بس لان مفيش حاليا للاسف اي ادله على ماريا بتمشي من الاسم. بنشوف ان ماريا دلوقتي مش بتضيع وقت وبترجع لحياتها على طول، وبتفتح الكازينو وبتديره هي وشيدز. وطبعا هنعرف اكتر واكتر لوك هيعمل معاهم ايه ولكن الموسم الجاي. بمناسبه لوك بقى، فكان في الاسم حاليا زي ما بقول لك مع كلير، ومستنيين دلوقتي يخلصوا التحقيق عشان لوك يمشي وهو بريء، لكن ده عمره ما هيحصل، لان دلوقتي بيوصلوا 2 ضباط وبيعرفوا الكل انهم هيقبضوا على لوك لانه كان هربان من السجن زمان ومطلوب القبض عليه. وبيكونوا الضباط دول عرفوا مكان لوك وعرفوا انه هرب من السجن زمان وغير هويته بسبب ماريا برضه. بس يا سيدي بياخدوا الضباط لوك في عربيتهم وبينطلقوا في طريقهم للسجن، وهنعرف طبعا لوك هيعمل ايه برضه الموسم الجاي. في المشهد الختامي بقى للموسم بنشوف ان دايموند باك بيدخل المستشفى وبيجي الدكتور اللي هيعالجه. الدكتور ده هو ألبرت، وده معناه غالبا ان دكتور ألبرت هيعمل تجارب على دايموند باك بحيث يبقى عنده قوه خارقه، واكيد دايموند باك هيحاول يستخدم القوه دي لهزيمه لوك، بس ده حديث اخر لوقت اخر، لان دلوقتي بينتهي الملخص بتاعنا. اشوفك الموسم الجاي وبس كده، سلام.